تعادل في هذه المباراة حتى الآن منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن نتكلم. لم ينجح أي خصم في فرض نفسه فريق أفضل أو تمكن من التسجيل. مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. رمضان صبحي يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى. هل يحسب؟ يتصدى حارس المرمى للركلة. تألق الحارس في إنقاذ الكرة. عمر خربين يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة عالية. يا إلهي، الكرة تصطدم في العارضة. ثم اللاعب الثاني، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة تعادل 1-1. ثالث منفذي الركلات. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الدور الآن على ثالث اللاعبين. الله على هذا التصدي هنا، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. الله على هذا التألق. عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا أنه مستحيل التصدي لها. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. سوريا يحاول الإبقاء على حظوظه قائمة الآن. سوريا يحاول الإبقاء على حظوظه قائمة الآن. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق بعد التعادل في المباراة. كان لابد من اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد هوية المنتصر هنا، ونجح الفريق في تحقيق المطلوب.